النهارده جايبه لكم مشتريات الشهر، بس مش مشتريات الشهر وخلاص، لا انا عايزه اقول لكم على طريقه انا بعملها بقالي فتره وبتفرق معايا جدا في التوفير. بقيت بحاول اجيب الحاجات الاساسيه اللي بستخدمها طول الشهر مره واحده وارتبها عندي عشان اعرف انا عندي ايه ومحتاجه ايه، ومفضلش كل شويه انزل اشتري حاجه والاقي الفلوس بتصرف مني. اول حاجه عندي المنظفات، جبت شكاره الرابسو دي 9 كيلو، ودي بتكفيني شهرين، وده لوحده بيوفر معايا مبلغ كويس بدل ما كل شويه اجيب كميه صغيره. عامله كام؟ عامله 420 جنيه. جبت كمان كلور اللي هو اسمه كلوريل جل، ده حلو جدا. الازازه عامله 25 جنيه. وجبت كمان ازازه بريكس عامله 45 جنيه، بينفعني في منظفات كتير قوي وتلميع وكل حاجه، وفي المسيح وفي تلميع الاسطح وكل حاجه. جبت كمان الاكياس الصغيره دي من باهي، كيس عامل 2 جنيه، حلو جدا برضو لو هتغسلي اي حاجه خفيفه كده على ايدك بيوفر. الاكياس دي هاتيها هتوفر معاكي وهتنفعك جدا جدا. جبت كمان ب10 جنيه زهره. وجبت بقى صابون المواعين بجيبه تركيبات. المنظفات بحاول اجيب منها سايب من مكان اكون واثقه فيه وفي جودته، لان مش كل حاجه لازم تجيبيها من الشركات لان بتبقى غاليه. في حاجات سايبه جودتها كويسه جدا وسعرها اوفر بكتير، وده بيفرق معايا جدا في اخر الشهر. ده كمان كلور خام سايب، كيس ب15 جنيه. جبت كيسين ب30 جنيه بخففه. دول اتنين، يعني الكيسين دول بخففهم على حوالي 5 لتر من الميه وبيبقى ممتاز معايا. كمان الشاور جل بجيبه كيس، التركيبه دي عامله 60 جنيه، والصابون برضو عامل 60 جنيه. بستخدمه كشاور وكهاند ووش، برضو بيوفر معايا كتير عن الصابون القطعه. جبت كمان مناديل المطبخ، دي ما بقدرش استغنى عنها، بستخدمها بتقعد معايا شهر، يعني بجيبها شهر او شهر، لا بتقعد معايا شهرين. جايباها ب65 جنيه. جبت كمان مناديل السحب دي عامله 45 جنيه. تعالوا بقى اشيل الحاجات دي واوريكم بقى حاجات العطاره. عايزه اقول لكم بس، مش بقول لكم لازم تعملوا زي بالظبط، كل واحده تشوف ايه المناسب لبيتها وامكانياتها وتعمله. الفكرة بس اننا بندور على حاجة كويسة بالسعر المناسب، ماشي. نفس الكلام بعمله في الرز والمكرونة والزيت والسمنة والخل والحاجات الأساسية كلها بتاعة البيت وبتاعة الخزين اللي بستخدمها طول الشهر. أنا بحب أجيب احتياجاتي كده مرة واحدة وأخليها عندي، بدل ما كل شوية أنزل أجيب كيلو رز، كيس مكرونة. وكمان الرز والمكرونة السايبة عندي كده منها أنواع كويسة جدا. بجيب الكيلو عامل 25 جنيه، يعني اي كيلو مكرونه ب25، والرز برضو عامل 25 جنيه، والكسر بتاعه قليل قوي، وده بيوفر معايا وبيعمل معايا فرق حلو جدا جدا. تمام كده. الخل برضو الازازه دي ب15 جنيه، خل خام حلو قوي. نخلي بالنا عشان في ازايز خل مش حلو، ممكن كمان تجيبي خل سايب من عند العطار بيبقى حلو قوي، ب5 جنيه تقريبا. النص كيلو او ب4 جنيه. كمان في اوقات كده احنا مش بندفع تمن الحاجة بس، احنا بندفع كمان تمن التغليف والكتابة والالوانات اللي هي بتبقى بتاعة الاكياس. عشان كده انا بجيب السايب، ليه ادفع تمن الكيس المتغلف الملون اللي انا بعد كده هاخد منه المكرونة وارميه؟ تمام كده. بس اهم حاجة لازم تشتري من مكان مضمون ونكون متأكدين من الجودة بتاعته. كمان جبت التوابل، جايبة التوابل بتاعتي من كل حاجة ب10 جنيه. 10 جنيه كركم، 10 جنيه كاري، 10 جنيه. جايبه كيسين فلفل اسمر الكيس ب10 جنيه، كيسين كمون الكيس ب10، كيس كزبره ب10 جنيه قرفه، ب5 جنيه ورق لورا، ب10 جنيه 7 بهارات. يعني جايبه من كل التوابل اللي انا محتاجها ب10 جنيه. ب10 جنيه جوز الطيب، الحبهان جايبه منه ب40 جنيه مش ب10 جنيه. جبت كمان علبه الجبنه دي عامله 58 جنيه، ب25 جنيه حلاوه. علبه جبنه مثلثات ب20 جنيه. جبت كوفي بريك ب65 جنيه. جبت كمان اكياس صلصه عشان لما بجيب صلصه يعني انا جبت صلصه وكانت لونها مصفر شويه، فبحط معاه اكياس الصلصه دي. الكيس عامل 3.5، جايبه 3 اكياس ب10 جنيه. بس طبعا دلوقتي الصلصه رخصت فخلاص مش هنجيب. جايبه كمان دقيق، الكيلو عامل 22 جنيه. جبت 2 كيلو دقيق الحبه الكامله وكيلو دقيق زيرو. جبت كمان ربعين من البن كده، ربع محوج وربع سادة. المحوج ب90 والسادة ب80. تعالوا بقى يعني الحاجة دي كده، ومن بعد كده ندخل بقى على أهم جزء عندي وهو بند اللحوم والفراخ. بصوا يا بنات، أنا بحب أجيب أول الشهر لأن ده بيوفر عليا نزول برضو السوق كتير قوي، وده بيبقى حاجة مهمة جدا جدا
وممكن انا انزل مثلا اجيب اللحمه ما الاقي خلصانه كده، فانا بحب اجيبها اول الشهر كده واخليها عندي. دي لحمه صغيره، الكيلو عامل 380 جنيه. جبت 2 كيلو، دول هيتقطعوا كده لقطع وستيك للطبيخ بقى وكده. جبت كمان نص من الكبده ونص من السجق ونص كمان من المفروم. السجق كان عامل 230 والبلدي عامل 280 وعندي ناس ب300، والكبده كانت عامله المستورده عامله 280 جنيه والبلدي عامله 350 جنيه. جبت كمان مفروم، الكيلو عامل 300 جنيه، جبت نص كيلو ب150 جنيه. والدهنه دي تيجي لها كده ربع كيلو، انا باخدها كده مع اللحمه مش بشتريها، بجمعهم يا بنات وبعد كده بسيحهم وبستخدمهم في الطبخ. هعين بقى الحاجة دي كده وتعالوا بقى اوريكم الفراخ. جبت كمان فرختين، الفرخة الواحدة 2 كيلو ونص، يعني الفرختين حوالي 5 كيلو الا حاجات بسيطة، عشان كانت واحدة 2 ونص بالظبط وواحدة يعني 2 وربع وشوية. قسمتهم بقى كده. انا عملت طبعا التقسيمة دي معاكم في كذا فيديو على القناة، تقدروا تروحوا تشوفوها. قسمتها بقى كده طبقين بانيه، واحد بانيه هستعمله في وجبة يعني بانيه كده بالفيجيتار، والتاني بانيه مشوي كده هستخدمه برضو على وجبتين. تمام كده. وطبعا بحط على عدد افراد اسرتي. وعملت طبق كده من الدبابيس وطبق من الوراك وطبق تاني فيه باقي الصفح والاجنحة بتاعة الفراخ. تمام كده. وعملت طبق صغير كده حطيت فيه الكبد والقوانص، وده بروح جايبه عليه كمان نص كيلو وبيبقى معايا غدوه طبعا، لان الكبد والقوانص بتاع فرختين مش هيكفوا، فبجيب عليهم نص كيلو وبعمله. ودي كده كانت تقسيمتي للفراخ، وكل شهر بقسمها تقسيمه مختلفه. يعني ساعات بطلع منها شاورما، بطلع منها ستريبس، بطلع منها كنتاكي، يعني كل شهر كده يعني بشوف انا هعمل ايه وبقسم بقى على حسب التقسيمه اللي انا هعملها، وبكده بقى انا عارفه ايه في الفريزر عندي، وعارفه فيه ايه من مشترياتي، وعارفه ايه اللي انا هدخله في كام وجبه، وببقى مش محتاجه كل شويه انزل اجيب حاجه. وده اللي انا عايزه اقوله لكم يا بنات. لو ميزانيه بيتك على قدها، جربي من اول الشهر تحددي الحاجات الاساسيه اللي بتستهلكيها وتجيبي منها احتياجات الشهر على قد الاستهلاك، او تجيبي كل 10 ايام او كل 15 يوم او كل اسبوع، بس بلاش تنزلي كل يوم. نظمي كده الحاجه في مكانها، وقسمي اللحوم والفراخ بتاعتك على وجبات. مش شرط تجيبي نفس الكميات اللي انا جايباها، لا، كل بيت وعلى قد عدد افراد اسرته على قد استهلاكه. ولما تبقي عارفه احتياجاتك ومشترياتك ومنظمه كل حاجه قدامك، هتلاقي انك بتشتري اقل وبتنزلي السوق اقل، وبتعرفي برضو فلوسك بتروح فين، فبالتالي برضو بتقدري ان انت توفري وتلاقي نفسك ان انت بتهدري برضو فلوس اقل. يا رب اكون قدرت افيدكم. بسيبكم في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير.